وضعنا صار صعب كتير. الكل هلأ صار عم يحكي بقضية العصر، لأنه هي قضية القوة والمقاومة اللي بدت من سنين طويلة وظلت مستمرة لهالوقت. بس اللي ما عم بفهمه ليش نحن بعد كل هالفرص اللي سنحتنا ما قدرنا نحقق أي هدف من الأهداف يلي بدنا إياها. هذا الوضع ما بيبشر بالخير أبداً. كل الاتصالات اللي عم نعملها وكل الاستراتيجيات اللي عم نستخدمها عم تنفضح وعم بتكون مكشوفة للكل. الجماعات اللي ملتفة حوالي محبي الوطن صاروا عم بيحاسبونا على كل شيء، بعد ما كنا نحن يلي نحاسب مين ما بدنا وإمتى ما بدنا. لهيك نحن لازم ناخد احتياطاتنا، لأنه هدول الناس رح يبقوا عم بيلاحقونا وما رح يوقفوا لحتى يشوفونا عم نتدمر. من زمان كانت العصمة بإيدنا نحن، مع ذلك تخلينا عن كل شيء وقدمنا لهم إياها على طبق من ذهب. رئاسة الوزراء راحت من إيدينا، مثل ما راحت كتير مناصب مهمة بالدولة. نحن يلي وصلنا حالنا لهون، ونحن يلي عم نحط حالنا بمواقف تخلينا نتراجع يوم بعد يوم. صار لازم نلاقي حل لحتى نرجع مثل ما كنا أول. سيدي، نحن كلنا مو راضيانين عن الوضع اللي وصلنا له بهالفترة، وكلنا عم نتحسر على أيام زمان. بس برأيي السبب الرئيسي لمشكلتنا هو الإعلام هو القوة الرئيسية بالبلد، وللأسف إعلامنا نحن ما عم يكون بهالقوة، لأنه دائما عم تكون أهدافه واضحة مثل الدعوة للديمقراطية وكتير مواضيع تانية. بكفينا تضييع وقت بقى، خلونا نرجع نسيطر على كل شيء مثل ما كنا أول. نحن اتفقنا على أنه نعمل حرب إعلامية قوية على محبي الوطن، بس للأسف اللي كنتوا عم تشتغلوا عليه كان العكس، لأنه يلي عملتوه كان عم يدعم محبي الوطن. معك حق سيدي، لما كنا مسيطرين على الإعلام المقروء والمسموع كنا قادرين نجبر زعماء الأحزاب التانية يركعوا قدامنا مشان نحكي عنهم بطريقة منيحة. حتى الوزراء كانوا يتمنوا رضانا. يمكن تغير الظروف جبرنا نعمل أكثر من شيء خلى صورتنا تهتز بعيونهم. يا سادة، حتى المحكوم بالإعدام بيدافع عن حقوقه أكثر منكم. يا جماعة لا تنسوا إنه نحن عم نساندكم لحد هلأ. توقعت إنكم تستغلوا فترة الانتخابات، بس للأسف ما قدرتوا تعملوا شيء مهم. حتى المقاعد اللي قدرتوا تأمنوها ما كانت مثل المتوقع. مر البلد بظروف سيئة بس كمان ما قدرتوا تستفيدوا منها. لهيك صار لازم إلكم إنه الاستراتيجيات اللي عم تستعملوها ما عم تنفع بهالوقت. طالما صرنا بهالحالة السيئة خلونا اليوم نمدد اجتماعنا لفترة أطول، لعل وعسى نلاقي حل لمشكلتنا. وخلونا كمان نجتمع برجالنا ونعطيهم شوية ثقة لحتى يكونوا على قد المسؤوليات اللي رح نعطيهم إياها. أنا عندي سؤال مهم، برأيكم نحن رح نقدر نغير مسارنا اللي عم نمشي فيه؟ بعد كل هالضغوط اللي تعرضنا لها الوضع صار صعب، خصوصاً إنه محبي الوطن عم بفتشوا ورا الجرائم اللي صارت وتسجلت باسم فاعل مجهول، وفي حال انكشفت هالجرائم بتكون نهايتنا. هذا السؤال يلي لازم اسألكن اياه، والأفضل انكم تسألوه بين بعضكم، لأن الجواب رح تلاقوه عندكم انتو. أنا آسفة إني عم بحكي هيك، بس إذا بتتذكروا قديش نحن كنا عاقدين آمال على قضية العصر، بتتذكروا قديش احتفلنا لمجرد إنه كنا قريبين من النصر لولا تدخل محبي الوطن بآخر لحظة. وأنا آسفة على اللي عم قوله، بس هذا هو الواقع. قبل ما تبدأ الانتخابات المحلية لازم نطبق سياسة دعم المرأة، بالإضافة للتجمعات الشبابية اللي منقدر نوجهها كيف ما بدنا. رح يصير اضطهاد المرأة هو العامل القوي بين إيدينا. لازم نجمع أكبر عدد ممكن من الحلفاء ونزيد التوتر بالبلد وبالمنطقة عموماً، لأنه زيادة الاضطرابات بالدولة رح تنعكس علينا إيجاباً بالتأكيد. هذا ما عدا الضغوطات اللي لازم نبدأ فيها من اللحظة هي على كل تجمع بيوقف بوجه تنظيمنا. لازم نرجع لسياسة الاغتيالات والمظاهرات بكل الأماكن الحساسة بالدولة. صحيح هي صارت سياسة قديمة، بس لازم نزيدها بهالفترة. لازم نزيد الاضطراب والخوف عند الشعب، وهالشي لازم يصير بأسرع وقت ممكن، لأنه في خطر كبير عم بيلاحقنا، وهو المدة الممنوحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لازم ننجز كل شيء اتفقنا عليه قبل ما يصير هالشي، وقبل ما نصير عبارة عن تجمع غبي.